السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جينا لكم النهارده في فيديو جديد هنوريكم باليت ايشادو بتاعت مايت سينما اسمها كاسيت. باليت الايشادو ديت اكبر باليت ايشادو نزلت من مايت سينما. الخامة بتاعتها تحفة جدا، يعني ننصح اي عروسة تاخدها لان الخامات بتاعتها حلوة جدا وفيها كل حاجة. تعالوا نفرجكم عليها. بصوا دي شكل الباكج بتاعتها من بره، وده الاكسباير بتاعها كمان اهوت عشان ايه الناس اللي بتسأل على الاكسباير لحد 2026 زي ما انتم شايفين كده اهو. ده الاكسباير بتاعها، يعني تقعد فتره كبيره جدا ما يحصلهاش حاجه. وبعدين حاجات مايت سينما الله اكبر عليها، يعني ايه يعني ناجحين جدا ما شاء الله. بصوا تعالوا كده نفرجكم على باليت الايشادو عامله ازاي. بصوا باليت الايشادو دي فيها مط، درجات مط كلها، البيجات بقى والبنيات والاسود والجريهات، معظم الدرجات كلها الحلوه هتلاقيها هنا. وعندنا الشيمر وعندنا الجليتر. دي كده الشادو. طب تعالوا كده نبص الناحيه التانيه عامله ازاي. دي كومباكت باودر 4 درجات، ودول برونزاش ويمشوا كونتورنج برضو، ودول بلاشر، ودول هايلايتر، واللي في النص ده جليتر اي شادو جليتر، وده مصح حواجب بالمثبت بتاعه، وهنا في مرايه جميله كده جدا في النص. طب تعالوا كده نجرب الخامه بتاعت الاي شادو عامله ازاي. بصوا يا جماعه، اول ما تيجوا تشتروا اي شادو، اي باليت اي شادو في الدنيا، لما تيجي تجربيها جربي افتح درجه موجوده. يعني الاصفر مثلا، بصوا الاصفر مثلا خامته عامله ازاي. هنوري لكم على ايدينا كده. بصوا المط عامل ازاي، شايفين اللون؟ بصوا اللون عامل ازاي في الايد. طيب تعالى كده نجرب الشيمر. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، بصوا على الايد عامل ازاي. طب تعالى نجرب الجليتر. بصوا الجليتر الذهبي مثلا، بصوا عامل ازاي. ده الجليتر دوت ممكن تحطيه من غير بيز، ممكن تستخدميه من غير بيز. بصوا عامل ازاي. ده كده بالنسبه للايشادو المط والشيمر والجليتر. معظم البرونزات اللي فيها درجاتها تحفه جدا، جولد وسيلفر وموف ولون احمر وموفات تانية وذهبي ودرجه الجنزاري والاوكسيداي والروز جولد. ده بالنسبه للايشادو المط والشيمر والجليتر. زي ما نوريكم خامته عامله ازاي. اي باليت ايشادو هتفكري تشتريها من اي محل انت بتتعاملي معاه، جربي افتح لون فيها عشان تعرفي البيجمنت بتاعتها عامله ازاي. وعامه مايت سينما جميع الايشادو بتاعها تحفه، جميع الايشادو بتاعها بلا استثناء تحفه. دي الكومباكت باودر وده البرونزاش. هنجرب مثلا الكومباكت. بصوا عمليات خامتها عامله ازاي. بصوا هنا على ايدينا عامله ازاي. دي طبعا في تثبيت الفاونديشن والكونسيلر والكلام دوت، يعني ملهاش حل. وبصوا البرونزاش عامل ازاي. بصوا شايفه خامته عامله ازاي. خامته جميله جدا، والبلاشر بتاعه تحفه، والمصحح تحفه، والهايلايتر برضو. بصوا الهايلايتر عامل ازاي. بصوا الهايلايتر لونه عامل ازاي. فعلا بصراحه شركه ناجحه جدا جدا جدا. يعني بصوا البلد اصلا وحلاوتها عامله ازاي. يعني بصوا البلد عامله ازاي، حاجه جميله جدا فعلا، وموفره كتير جدا، وسعرها كويس جدا مش غاليه يعني. بالنسبه لحاجات بريت وومن منزله علب ميك اب كبيره جدا، اللي هي علب الميك اب بتاعت العروسه منزلينها غاليه جدا. لكن مايت سينما بصراحه انا برجحها في الباليتات الايشادو بالذات الكبيره بتاعت العروسه تحفه ما فيهاش كلام. هنوريكم برضو في خط انتاج تاني مايت سينما عملته، لسه بينتجوا منه حاجات برضو ما شاء الله. يعني الحاجه بتاعتهم جميله جدا، وبيعملوا احسن حاجه بقى في الشركه بتاعت مايت سينما دي، بيعملوا اشكال طبعا تحفه. على قد ما هي رخيصه سعرها بتبقى كويس، بيعملوا اشكال تحفه فعلا تتحط على التسريحه بتاعت العروسه ما شاء الله كده، تلاقي التسريحه بتنور لوحدها. يعني تعالوا كده بصوا، ده خط انتاج ايه جديد من مايت سينما، عامل باليتات ايشادو. هو عامل حاجات كتير بس احنا لسه ما جبناهمش. بصوا باليت الايشادو عامله ازاي، تحفه تحفه. باليت الايشادو جميله جدا. بصوا شكلها عامل ازاي يا جماعه. بصوا شكلها عامل ازاي. الاكسباير برضو بتاعها لحد كام،
لحد 2026 برضو، وهو كذلك لحد 2026. بصوا هي مايت سينما عشان هي حاجتها سوري، عشان تبقوا انتوا فاهمين، بس عشان معظم الناس بتتكلم تقول لك ايه ده مايت سينما دي حاجتها كلها مصري. لا هي مش مصري، عشان تبقوا فاهمين. مفيش خامه زي كده في مصر. هم تقفيلهم هنا في مصر، وزاره الصحه بتاعتهم هنا في مصر. لازم يكتبوا عشان الناس دي سوريين، لازم يكتبوا ايه صنع في مصر. ما ينفعش يكتبوا صنع في سوريا وهم موجودين في مصر، عشان تبقوا انتوا فاهمين. بس الخامه دي كلها بتيجي من بره وبتتعبى هنا فقط لا غير، لكن هي مش مصري. وطبعا احنا اكيد في ناس مننا اشترت حاجات مصري وعارفه الخامات عامله ازاي. تعالوا نجرب البرايمر بتاعه. البرايمر بتاعه ده بقى يعني والله العظيم ثلاثة بدون مبالغه، انا جربت بتاع لوريال اوريجينال وجربت بتاع بيبي سكين اوريجينال، اقسم بالله نفس الماتيريال بالملي. تعالوا كده نجرب على ايدينا كده، نطلع نقطه كده اهو ونجرب مثلا على ايدينا هنا اهو. بصوا بصوا عاملين ازاي. اللي جرب البرايمر ده هيشكر فيه جدا. عامل زي السيليكون كده، بيسد المسام بجد. في بقى الناس اللي هو بتاع بيبي سكين الكوبي والوريال الكوبي عامل زي الميه، واكيد في ناس كتير جدا جربته، عشان تبقوا انتوا عارفين. بصوا بالة الروج بتاعتها عامله ازاي، بصوا الحلاوه بتاعتها. يعني العروسه مثلا لما تيجي تاخد بالة روج كامله بتبقى اوفر لها كتير جدا، وكمان بتبقى شكلها شيك جدا على التسريحه زي ما انتوا شايفين كده. جايبه حاجه الماتيريال بتاعتها كويسه، وفي نفس الوقت سعرها كويس، وفي نفس الوقت شكلها تحفه زي ما انتوا شايفين. طب تعالى كده نجرب يا هيثم الوان منها. بصوا الواناتها عامله ازاي يا جماعه. بصوا الكشمير ده عامل ازاي، كشمير على بني. بصوا، واحنا قلنا قبل كده لما نيجي نستخدم الروج لازم ننشف ايه الفرشه بتاعته كده. بصوا الروج عامل ازاي يا جماعه. بصوا لون الروج، وبيقلب مط على الشفايف. الروجات كلها بتاعتها مط، وحلاوته كمان ان هو ما بيشققش الشفايف، وحلاوته ان هو ممكن يقعد معاكي ثابت يعني 24 ساعه، يقعد يوم كامل ثابت، يوم كامل بدرجاته بقى. بصوا الاحمر بتاعه عامل ازاي. بصوا الاحمر بتاعه عامل ازاي. بصوا التاني اهو يا جماعه قلب مط. بصوا شكله القلم، بصوا شكل الشياكه بتاعتها. يعني ده لما اتحط على تسريحه عروسه لا بجد يعني هي صارفه ومكلفه، وفي نفس الوقت سعره رخيص جدا، يعني مش غالي، مش زي اي روج مثلا بتاع اماندا ولا سيبالو الكلام ده. في ناس تيجي تقول لي انت هتقارن مايت سينما بسيبالو واماندا. والله العظيم ثلاثه في حاجات في مايت سينما اقسم بالله انضف من البراندات، وانضف من ايسنس، وانضف من كاتريس، وانضف من لوريال، وانضف من هودا بيوتي، وانضف حاجات كتير جدا اوريجينال في مايت سينما بالذات. لان فعلا الناس دي يعني على قد ما احنا بنعرف، يعني في شركات كتير انتوا اكيد عارفين لما بتيجي تعمل منتج جديد وبتلاقوه شغال حلو جدا بيقلوا في خامته، وده بالنسبه 99% في الشعب المصري. لكن الناس دي بتكبر من نفسها، كل منتج بيعملوه بيخلوه احلى من الاولاني عشان يفضلوا مسيطرين على السوق، عشان تبقوا انتوا عارفين بس.